السلام عليكم أزول فلاون معكم قناة الطبخ والتجميل مع ناصرة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. قبل ما نروحوا لفيديو تاع نهار اليوم كما العادة راح نذكركم فقط بالاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا إن لم تشتركوا من قبل، كذلك تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من وصفاتي، وأيضا ما تنسونيش بالجيم للفيديو إذا أعجبكم الفيديو والبرطاج مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. نروحوا الان لفيديو تاع نهار اليوم. كما تشوفوا هنا في الصوره راح ندير لكم زوج انواع من الحلويات، اذا دائما مع سلسله حلويات العيد. اذا ان شاء الله راح ينالوا اعجابكم وتجربوهم وتحطوا لنا ارائكم في التعليقات. اذا نروحوا الان لطريقه التحضير والمقادير. اذا هنا في وعاء حطيت 500 غرام من المارغرين تكون في حراره الغرفه، نضيف عليهم زوج كيسان، يعني زوج كيسان ناقص أسبوعين من سكر كلاص. إذا نضفت الكاس الأول، هذا الكاس الثاني إذا نغربلوه للسكر الناعم. نضيف أيضا كاس تاع الزيت، نضيف أيضا 4 حبات تاع البيض تكون في حرارة الغرفة. نضيف أيضا مغرف كبيرة تاع لافاني ولا مغرف أكل تاع لافاني ورشة تاع الملح. إذا راح نخلط كل شيء بالمضرب اليدوي، نخلطه جيدا حتى تندمج كامل المكونات ويتكاثف قوام الخليط. إذا هاوليك بعد ما خلطته جيدا، الآن راح نضيفوا المايزينا. إذا هنا نضيف 4 مغارف كبار ولا 4 مغارف أكل تاع مايزينا، إذا هنا غربلتها أيضا. ثم نضيفوا الفرينة. إذا هنا ضفت الكاس الأول تاع الفرينة، الكاس الثاني نضيف أيضا مغرف قهوة تاع خميرة كيميائية. إذا راح نخلط كل شيء جيدا. إذا الآن راح نقسم الخليط تاعي إلى نصفين. إذا النصف الأول راح نديره بالكاكاو والنصف الآخر راح نخليه على طبيعته ولا نخلوه كما هو. إذا فقط راح ننشف بالفرينة. إذا هنا القسم الأول راح نضيف له الفرينة. إذا هنا الكاس الثالث تاع الفرينة. إذا نبقى نضيف في الفرينة حتى تستلم لي كامل العجينة. إذا هنا ما لازمش تيبسوها، خليوها شوية طرية. إذا هاوليك بعد ما لميتها، إذا هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه، لازم تكون طرية نوعا ما. إذا نحطها في الساشي ونخليها تريح مدة 10 دقائق. وهنا العجينة الثانية أيضا راح نضيف لها 2 مغارف كبار تاع الكاكاو بودرة، نغربلوه وراح نشيح بالفرينة أيضا بنفس الطريقة. إذا نبقى نضيف الفرينة حتى نتحصل على عجينة تكون نوعا ما طرية ما تيبسوهاش. إذا راح نستعمل هنايا يدية. إذا نبقى نضيف الفرينة حتى تتلم لي العجينة ونتحصل على عجينة تكون نوعا ما طرية ما تيبسوهاش. إذا هذا هو السر باش ينجح لكم الصابلي. إذا الكاس الثاني ضيفوه بالتدريج، ما تضيفوش على ضربة، ضيفوه بالتدريج حتى تتحصلوا على عجينة تكون نوعا ما طرية. إذا هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه، لازم تكون طرية.
راح نحطها في الساشي أيضا، نغلفها ببلاستيك غذائي ونخليها تريح مدة 10 دقائق. إذا هنا بعد ما ارتاحت العجينة الأولى مدة 10 دقائق، حليتها في الساشي في الساشي تاع بلاستيك غذائي. إذا نحلوها بهذه الطريقة بالرولو، ثم ناخذ هذا الطابع ونشكل به هذه الأشكال اللي راكم تشوفوا فيها في الصورة. إذا هذا هو الطابع الأول اللي راح نستعملوه. إذا نحي، إذا نحطهم في الصينية كما تشوفوا هنا في الصورة هاوليك. إذا هنا عمرت صينية راح نحطها في الفرن على 180 درجة. كي يبداو يحمروا غير شوية، ماشي يحمروا، نحيهم شوية بيوضة، ما تخليهمش يحمروا بزاف، غير شوية برك نحيهم. إذا الفرن لازم يكون شاعل على 180 درجة. إذا هنا ثم خذيت العجينة تاع الكاكاو وبديت نطبع بهذا المول تاع القلب كما تشوفوا هنا في الصورة. إذا راح نعمر الصينية تاعي أيضا بنفس الطريقة هاوليك. إذا هاوليك عمرت الصينية راح نحطها في الفرن على 180 درجة أيضا بنفس الطريقة. إذا هذو ما يشدوش بزاف الوقت، ما يطيبوا بالخف. إذا حوالي 8 دقائق فقط، من 8 إلى 10 دقائق ماكسيموم. وهنا رحت نوجد بعد ما طيبت هذيك الحلوى، رحت نوجد الكريمة اللي راح نحشي بها الحلوى الأولى تاع الشيكولا ولا تاع الكاكاو. إذن هذه راح نحشي بها الكريمة، هذه راح نحشي بها تاع الكاكاو. إذن عندي هنايا 180 غرام تاع الزبدة ولا مارغرين، ضفت لها 3 مغارف تاع كريمة البوينو ولا البندق، ثم ضفت لها هنايا 2 مغارف تاع كاكاو. إذن راح نخلط كل شيء جيدا حتى نتحصل على كريمة اللي راح نحشي بها الصبلي تاع قلوب الشيكولاته. إذن هذه هي الكريمة نتحصلوا عليها اللي راح نحشي بها هذو القلوب تاع الشيكولاته. أما بالنسبة للنوع هذا راح نحشيه بحلوة الترك مع الكونفيتور، وأيضا شوية تاع كاوكاو مرحي ومقلي. إذن خلطتهم جيدا حتى تحصلت على هذه الكريمة. وهنا هذيك الكريمة الأولى اللي خفقتها بالباتور. إذا هنا حطيت الكريمة تاع الشيكولاته في لابوشادوي تاع بلاستيك وبديت نعمر في هذه القلوب. إذا حطيت بهذه الطريقة كما تشوفوا هنا في الصورة الكريمة باش تكون خدمة نقية. إذا نخليو الفراغ في الوسط باش راح نعمرو بالنسلي كراميل. إذا بعد ما حطيت الكريمة راح نعمرهم بالنسلي كراميل كما تشوفوا هنا. الثقوب هذاك اللي خليناه في الوسط راح نعمروه بالنسلي كراميل، ثم نحط حبة فوق حبة واحدة أخرى بهذه الطريقة. إذا هاوليك راح نكملهم بنفس الطريقة، نسقمهم بهذه الطريقة. وهنا النوع الثاني أيضا راح نعمرو أيضا بالكريمة اللي شكلناها بلا كونفيتور وحلوة الترك وأيضا شوية تاع كاوكاو مرحي ومقلي. بعد ما خلطتهم جيدا عمرتهم في لابوشادوي وراح نحط الكريمة بهذه الطريقة ونغلقهم بالصبلي الأخر. إذا كما تشوفوا هنا في الصورة هاوليك نشكلهم كامل بهذه الطريقة. إذا كملت عمرت كامل لي صابلي تاعي. وهنايا راح نقلاصي القلوب تاع الشيكولاته كما تشوفوا هنا في الصورة. نقلاصيتهم بعد ما ذوبت شيكولاته في حمام مائي، ضفت لها مغرفة تاع الزيت. إذا هنا مع الأول الشيكولاته هذه جات لي بزاف كيفاش يقولوا شوكولاته سوداء، ثم بدلتها درت كمية وشريت عاود شريت واحدة أخرى شيكولاته تاع حليب وذوبتها وكملت بهم النصف الآخر اللي تبقى لي. وهنايا كما تشوفوا هنايا النوع الثاني قلاصيتو أيضا بالشيكولاته البيضاء، ضفت له مورسو تاع الشيكولاته تاع الحليب باش يجيني هذا اللون تاع البيج كما تشوفوا هنا في الصورة هاوليك. ثم زينتهم بخطوط بعد ما نشفوا زينتهم بخطوط من هذه الشيكولاته وأيضا بالعقاش. هنا أيضا بالنسبة لقلوب الشيكولاته بنفس الطريقة زينتهم بالوريدة هذه ودرت أيضا خطوط تاع الشيكولاته كما تشوفوا هنا في الوسط، وزينتهم أيضا بالعقاش باللون الذهبي يجي شوية في الدوري.
اذا هاوليك هذا زينتهم بالعقاش الابيض لي بريي باللون الابيض. اذا هاوليك بعد ما كملتهم كامل اذا قدمتهم في الصحن التقديم يجوا بهذا الشكل. اذا ان شاء الله راح ينالوا اعجابكم وتجربوهم وتحطونا ارائكم في التعليقات. اذا راح نقطع لكم في كل نوع حبه باش تشوفوا قوامه من الداخل. اذا هاوليك الصبلي هذا اللي حشيناه بالكريمه مع نسلي كراميل في الوسط، وهذا اللي حشيناه ايضا بحلوه الترك مع الكونفيتور وايضا شويه تاع كاوكاو مرحي ومقلي. اذا نقطع لكم حبه باش تشوفوا قوامه من الداخل. اذا نشوفوا كيفاش جا. اذا صدقوني يجوا بزاف بنان. اذا ان شاء الله تجربوهم وتحطونا ارائكم في التعليقات. اذا فوالا اخواتي المشاهدين، ناتي الى نهايه الفيديو. شكرا على المتابعه والى اللقاء.